اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض البليله بطريقه سهله وبسيطه تنفعك فطار وعشاء. اول حاجه معايا نص كيلو قمح لغلة البليله. هنقعها ليله كامله كده. انا كنت نقعتها ليله كامله وبدات احطها على النار تاخد لها يا دوبك بس غلوتين. هشيل بقى الريم اللي على الوش ده. انا عطيتها غلوتين وهبدا اسيبها على الرخامه جنبي ساعتين بس. كده بدات تفشر وفتحت. هرجعها تاني على النار تكمل سواها. هنا انا هحط كوبايه سكر او ممكن تحطي حسب الرغبه، وهنزل عليها كيلو لبن. اول ما اضيف اللبن هبدا اوطي النار واسيب البليله كده تتعزز من طعم اللبن اللي انا حطيته. هدوب معلقه كبيره دقيق على نص كوبايه ميه وهضيفها على طول، بس المقطع ده ما تصورش. هضيفها على طول على البليله واوطي لها بقى النار، سيبها تاخد وتيجي مع بعضها كده. هنا انا معايا كوبايه كنافه كانت معايا في الفريزر. هبدا ان انا اكسرها واحط لها معلقه سمنه. دي بتنقل بقى البليله في حته تانية خالص وممكن تستغني عنها. هبدا ان انا احمرها بس ايدي شغاله فيها على طول عشان ما تتحرقش منك. لو عجبك الفيديو دوسي لايك وشير. انا هنا مهديه النار على البليله وبرده مهديه النار على الكنافه. انا عايزه الاتنين سخنين، الكنافه سخنه والبليله سخنه. اول بقى ما توصلي للون الجلد ده البليله معاكي تقلت شويه. هاخد الكميه اللي انا عايزاها من البليله انزلها على الكنافه، بس دي بتتاكل سخنه يعني ما ينفعش تعملي منها كميه وتركنيها لتاني يوم. اعملي على قد العدد اللي هياكله في ساعتها. هبدا وهي سخنه بقى اقدمها في اطباق، وانا كنت شلت شويه كنافه بس بزين بيها الوش.